أسعدتم أوقاتنا أعزائي المشاهدين مع الحلقة الثالثة والأخيرة من حلقات الإيزيديون السوريون في كرداخ والجزيرة للبروفيسور سباستيان مايسل، وهو دكتور في جامعة لايبزيغ الألمانية. كتب هذا المقال أو التحقيق باللغة الإنجليزية، وقام بترجمته إلى اللغة العربية الدكتور نضال محمود حاج درويش. سنبدأ الحلقة بفترة الانتداب. يقول المقال: بعد نهاية الإمبراطورية العثمانية وإنشاء الانتداب البريطاني والفرنسي في المنطقة، فقد أعيد رسم الحدود السياسية لسوريا في وقت لاحق في مؤتمرات سان ريمو ولندن ولوزان، وكانت النتيجة تقسيم رسمي للأراضي الكردية التي انتهت بفصل المجتمع الإيزيدي الغربي عن وطنه الرئيسي. وتابعت الحدود بين سوريا وتركيا مسارات سكة حديد بغداد، مما أدى إلى إنشاء 3 جيوب كردية حول حلب وعين العرب بين قوسين كوباني والجزيرة. وتم فصل تلك الجيوب عن بعضها البعض بمئات الكيلومترات، الأمر الذي جعل الاتصال الشخصي والاقتصادي صعبا على نحو متزايد. من الآن فصاعدا كان من المستحيل تقريبا الحفاظ على الاتصالات المنتظمة مع المقدسات والقادة في العراق المنشأ حديثا. في بعض الحالات، على سبيل المثال في قرية سريكانيا بين قوسين رأس العين أو الدرباسية، رسمت الحدود الجديدة مباشرة عبر المستوطنات القائمة وتقسيمها إلى قسمين، ووضعت تحت إشراف سلطتين سياسيتين وقانونيتين مختلفتين. جلب الحكم الفرنسي في سوريا مفهومين سياسيين جديدين للكرد والإيزيديين: الاستقلالية واللامركزية. ولقد لعبت هذه المنظمات دورا رئيسيا في تطوير الهوية القومية الكردية التي تعززت من جراء هجرة الكرد الأتراك والكرد العراقيين بعد ثورات فاشلة ضد القيادة السياسية الجديدة. تم سحب الإيزيديين في الجزيرة إلى هذه الأحداث، وبدأوا في تطوير هويتهم الخاصة دينيا وسياسيا، ومع ذلك فقد تأثروا بشكل رئيسي بأحداث ومواجهات الإيزيديين في جبل سنجار مع السلطات البريطانية في العراق. وأتاح الحكم الفرنسي للمجموعات المحرومة سابقا فرصة المشاركة والتنظيم الذاتي، كما الأقليات الدينية الأخرى بين قوسين الدروز والعلويين والموارنة. كان الكرد الإيزيديون مستعدين للعمل في قوات خاصة تابعة للانتداب، وهذا يتيح فرصة فريدة للهروب من البؤس الاقتصادي، وفرصة نادرة للمضي قدما داخل الهرمية الاجتماعية. استغل الإيزيديون هذه الفرصة وكانوا ممثلين في السلك بشكل مفرط فيما يتعلق بمجموع السكان. في عام 1930 كانوا يشكلون نسبة 0.06% من مجموع السكان السوريين، لكنهم كانوا يشكلون 0.2% من القوات الخاصة. ومع ذلك، ولأن معظم الإيزيديين كانوا أميين، فقد تم إعفائهم من الخدمة العسكرية. وكان العرف أن أعضاء من المقربين من طبقة الشيخ الحاكم فقد سمح لهم بالحضور إلى المدرسة. ويخشى قادة المجتمع المحلي من أن يؤدي الذهاب إلى المدرسة إلى مزيد من الأسلمة أو المسيحية لأطفالهم. استغرق هذا الأمر سنوات عديدة إلى أن استطاع نشطاء الإيزيدية التغلب على هذا التقليد القديم، وكانت النتيجة المنطقية هي إنشاء مدارسهم الخاصة، كتلك التي افتتحوها في قرية الخاتون بين قوسين، وهي قرية تقع شرق قامشلي بالقرب من القبور البيض تربسبية. ومع ذلك، وبما أنه لم يتم إصدار أي تصريح رسمي، فقد نمى الاستياء الإيزيدي، وأغلقت المدرسة بعد سنوات قليلة، ولكن كان ينظر إليها كخطوة أولى نحو النهج الإيزيدي المتميز تجاه التعليم الديني، وهو كفاح من شأنه أن يستمر لعدة عقود. القس هنري لامانس قدر عدد إيزيديي منطقة كرداخ ب3000 شخص في بداية القرن العشرين، وهو ما أكده مخبروه. واستشهد فوكارو بتعداد غير رسمي من عام 1937
سجل فيه 1082 إيزيديا في جبل الكرد، و87 في منطقة الحسكة، و797 في القامشلي. وقد أشار زكريا في عام 1945 إلى وجود 700 عائلة إيزيدية، وقدر عدد كل عائلة بحوالي 5 أفراد، ويصل عدد الإيزيديين بذلك إلى 3500 فرد. ثم أجرت إدارة الانتداب الفرنسي إحصاء للسكان شكل فيه الإيزيديون 10% من السكان الأكراد البالغ عددهم 200 ألف نسمة خلال السنوات الأولى من الانتداب الفرنسي. أصبحت سوريا ملاذا آمنا للاجئين الكرد من تركيا والعراق الذين اضطروا إلى الفرار من أوطانهم بعد الانتفاضات القومية الفاشلة، وكان من بينهم الإيزيديون من سنجار الذين وجدوا ملجأ بين أخوتهم السوريين. وعلى غرار الوضع في البلدان المجاورة، فإن المثقفين الكرد السوريين وكذلك الأغوات وزعماء القبائل في الجزيرة أنشأوا حركة استقلالية منظمة تنظيما جيدا، ومع ذلك فإن حركتهم وجدول أعمالهم لم تحظى بدعم الكرد الإيزيديين، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود طبقة متعلمة بينهم. فقط بعض الأفراد من كرداغ والجزيرة دعموا الحركة الوطنية، وبالتالي ساهمت في تطوير القومية الكردية في المنطقة. لقد كانوا أعضاء وكتابا في مجلة هوار، وهي مجلة مكرسة للقضية الكردية، نشرت بين عامي 1932 و 1943 من قبل جلادة بدر خان. استخدمت المجلة الأحرف اللاتينية، الأمر الذي وسع الفجوة الثقافية بين الإيزيديين في سوريا والعراق، وذلك لأن الكرد في العراق يستخدمون الأبجدية العربية. ومع ذلك شهدت المناطق الكردية في سوريا خلال هذه الفترة مرحلة من التنوير الثقافي من خلال نشر الصحف الكردية وبث الراديو والبرامج باللغة الكردية، والحفاظ على العادات والتقاليد اليومية بين قوسين الملابس، فضلا عن التعبير الفني. وقد عبر المثقفون والكتاب البارزون مثل جلادة بدر خان وجقرقين عن حريتهم في التعبير من خلال نشر المقالات والقصائد المتعلقة بالإيزيديين. الآن نقرأ التأثيرات من تركيا والعراق. على الرغم من الحدود السياسية الجديدة، فإن اتصالات محدودة استمرت بين الإيزيديين في سنجار والجزيرة، ولكن حدث هذا في الغالب على شكل هجرة من طرف واحد باتجاه الأراضي الفرنسية بعد حصولها على استقلال اسمي. في عام 1932 بدأت الحركة الوطنية في العراق فورا بتطبيق قانون التجنيد الإجباري على الأقليات الدينية مثل الإيزيديين، وبالإضافة إلى ذلك كان يتعين تسجيل المعابد الإيزيدية كأوقاف إسلامية بين قوسين وقف. ردا على ذلك تمرد الإيزيديون في سنجار تحت قيادة داود الداود ضد الحكومة المركزية، وخلال المناوشات العسكرية دمرت العديد من القرى وقتل الإيزيديون وحكم على آخرين بالسجن لفترات طويلة، بل أعدم بعضهم. تمكنت مجموعة كبيرة منهم بما في ذلك الزعيم داود الداود من الفرار إلى سوريا، حيث لا يزال من الممكن العثور على أحفادهم بالقرب من مدينة عامودة. واتبع هؤلاء آخرون وانتقلوا طوعا إلى سوريا، واستفادوا من تشكيل الحدود الجديدة للدول. قام القادة الإيزيديون السوريون مثل جميل شمو من عفرين والشيخ خضر من قبيلة قيران بالضغط والتفاوض مع السلطات الفرنسية للسماح للإيزيديين العراقيين الآخرين بالمتابعة، وقد أراد ما يصل إلى 10,000 من الإيزيديين الانتقال إلى الأراضي السورية هربا من الصراع مع الحكومة العراقية. في أربيل عام 1939 قاد الشيخ خلف المرشد الأعلى لقبائل هسكان بعض من مجموعاته القبلية إلى القامشلي وبإذن من الفرنسيين، ومع ذلك بعد 3 سنوات كان على المجموعات الكبيرة من اللاجئين العودة إلى العراق بعد التوترات السياسية بين قوى الانتداب. ومن الجدير بالذكر أن الحدود في هذا الوقت كانت مفتوحة نسبيا، ولا يزال من الممكن هجرة جماعات ومجتمعات بأكملها، وكان من مصلحة الفرنسيين الذين كان مقرهم في الحسكة تشجيع إعادة توطين الجماعات الإيزيدية على نطاق واسع، ومن شأن ذلك أن يخلق كانتونات صغيرة وغير مركزية، ولكنه يقدم أيضا حافزا اقتصاديا للمنطقة، لأن إيزيدي سنجار من المزارعين المهرة والمعروفين، وبخلاف ذلك كانت تسيطر على المنطقة الواقعة بين الحسكة وقامشلي مجموعات من البدو الرحل.
وعلى النقيض من الممارسات السابقة، لم يمنح اللاجئون الجدد مخصصات للأراضي، ولكن كان عليها أن تعتمد على الدعم القبلي والديني، حتى كان على داود أن يطلب الإذن للسماح لأقاربه بالسكن معه في عامدة. وقد منعت الضرائب المرتفعة والرسوم الجمركية ACD سنجار من جلب قطعانهم، وكانت سلطات الانتداب الفرنسي قلقة من أن يصبح الإيزيديون مؤثرين جدا، خاصة بالنظر إلى إمكانية تطبيق قانون تجنيد سوري. وظل الإيزيديون في منطقة شيخان في العراق هادئين خلال فترة التمرد، وبعد هزيمتهم في سنجار كان قادة شيخان ولا سيما ميان خاتون والدة مير سعيد بيك مستعدة لقيادة إيزيدي سنجار بعد وفاة الزعيمين البارزين إسماعيل بيك وحمو الشرو وطرد داود. لم يبقى أحد لمجابهة هذه التحديات، فقط يزيد خان ابن إسماعيل واجه مير سعيد بيك في سنة 1937 1938. ومع ذلك فإن حكم الإعدام الذي صدر بحقه لتمرده ضد السلطات الإيزيدية لم يتم تنفيذه، وذلك لأن مير سعيد بيك قتل من قبل شقيقته ونسا زوجة يزيد خان. هربت ونسا في نهاية المطاف إلى سوريا إلى المكون الإيزيدي في عفرين. منحتها السلطات الفرنسية اللجوء وسمح لها بالبقاء في حلب. فقط بعد عامين خلال الحرب العالمية الثانية تم ترحيلها إلى بغداد، لأنها كلاجئة لم تتمكن من استملاك أوراق عمل وأوراق قانونية. هاجر كرد آخرون إلى سوريا من تركيا بعد السحق عدة ثورات قومية، مثل انتفاضة الشيخ سعيد 1925 1928 وثورات آرارات في عام 1930، أو ثورة ديرسم في عام 1937 1938. استمروا في سوريا يمارسون أنشطتهم السياسية والعسكرية، وكانت خويبون أكبر منظمة سياسية كبيرة لسنوات عديدة في دمشق، ولها فروع في حلب والحسكة. كانت خويبون أول جمعية في عموم كردستان تحاول الجمع بين الأفكار القومية في مجتمع قبلي غير متجانس من الكرد ومن بينهم الإيزيديين، ولذلك فإن الجمعية حاولت إضفاء طابع مثالي للإيزيدية من خلال اعتبارها الدين الحقيقي الوحيد للكرد، مع أنهم لم يكن بينهم أعضاء بارزين من المكون الإيزيدي. حاجو آغا زعيم اتحاد قبائل الهافيركا لم شمل العديد من العشائر الإيزيدية، ونظم أنشطة خويبون في الحسكة. وكان لخويبون اتصالات وثيقة مع إسماعيل بيك تشول القائد الإيزيدي في سنجار، الذي حاول عدة مرات أن يصبح القائد العام لجميع الإيزيديين في سنجار وباسم خويبون. بعد عودة حاجو من تركيا في عام 1930 استقر وبدعم من الفرنسيين مع المتحالفين معه من الإيزيديين السوريين، وبنى مدينة تربسبية، وحصلوا على هويات شخصية وفي بعض الأحيان مخصصات البلاد. تبعتها عائلات إيزيدية أخرى من جانبي الحدود، ولكنهم لم يساهموا في النمو الاقتصادي للمجتمع خلال هذا الوقت. على سبيل المثال استقر الآن سكان قرية كيوخ في تركيا على الجانب السوري من الحدود. ينقل عيسى عرضا عن النزاعات بين مختلف الجماعات الإيزيدية والكردية والتركية والعربية في عام 1920. وقعت الخلافات بشكل رئيسي بين هافيركا وغيرها من القبائل الكردية التي تعاونت مع السلطات التركية، ويعود سبب النزاع إلى العداوة القديمة بين شمدين تشولي من قبيلة داسكان الإيزيدية والكردي المسلم علي حسن مالك الأرض في تلسا زاغان. اقترب علي حسن من السلطات التركية المحلية في نصيبين مع طلب طرد الإيزيديين من منطقة طور عابدين، ومن أجل ذلك سيوفر الجنود والإمدادات. وضعت هافيركا التي تضم العديد من الأسر الإيزيدية مقاتليها تحت قيادة حاجو وابنه الأكبر حسن، وأرسلت نساءهم وأطفالهم وكبار السن إلى مرباب. ثار الإيزيديون في جبل باكوك في البداية. لم يأخذ الجيش التركي كفاح الإيزيديين على محمل الجد، ولم يرسلوا سوى وحدة صغيرة لكسر المقاومة، ومع ذلك قتل الإيزيديون قائد القوات التركية. بعد هذا الحادث ضغطت السلطات التركية على القبائل الكردية المسلمة الأخرى للانضمام إلى القوات التركية ضد هافيركا، وشملت هذه القبائل صالحة، دومانا، دورلا، سيدة، ممولانا وغيرها. أيضا صالحة، دومانا،
دورلا سيدة ممو لانا. أما الذين دعموا حاجو وهبيركا فهم آفسي، باهم، نمان، مهوكان، داسكان وكيوخان. كما شاركت في المعركة العديد من النساء، على سبيل المثال حليمة وعدولة من عائلة حاجو اللائي شجعن المقاتلين. بدأت المعركة في الفجر واستمرت طوال اليوم، وقتل أكثر من 100 جندي تركي في محاولة الاستيلاء على مريب، وأخذ النساء والأطفال هناك رهائن. وكان على محافظ نصيبين قدور بيك التدخل فيه من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وبعد بضع سنوات في عام 1926 تعرض الإيزيديون مرة أخرى للهجوم من قبل القوات التركية وحلفائهم. هذه المرة كانوا قد خرجوا من معقلهم من جبل باكوك، وكان عليهم الاستسلام بعد حصار طويل. ومن بين 250 سجينا نجا طفلان فقط من المجزرة. وتمكن المقاتلون مثل حاجو وأبنائه وشمدين شولي ومكة شمو وعمر خالد وغيرهم من زعماء القبائل الإيزيدية من الفرار عبر الحدود إلى قرية تربسبية السورية، حيث طلب اللجوء لدى السلطات الفرنسية. لم يتم تسجيل سوى القليل عن وضع الإيزيديين في عفرين خلال فترة الانتداب الفرنسي. ومن الضروري الإشارة إلى أن المنطقة لم يكن موقف الكرد في عفرين موحدا اتجاه الفرنسيين. البعض أيدهم بينما رفض الآخرون الانتداب الفرنسي. بعض الإيزيديين قاتلوا بنشاط ضد السلطات الفرنسية وعززوا المصالح القومية الكردية، مثل درويش شمو زعيم قرية عرش قيبار. كان درويش شمو عضوا في جمعية قويتون، وفتح أول مدرسة إيزيدية في عفرين بجانب منزله سنة 1926، وجلب المدرس خضر جمعة من العراق. ومع ذلك وبعد أن اشتد الصراع مع سلطات الانتداب أصبح درويش شمو ثوريا وهرب إلى الجبال. وخلال إحدى المناوشات مع القوات الفرنسية التقى بشقيقه عمر الذي خدم في القوات الخاصة الفرنسية. راح شمو ضحية للانتقام. عام 1931 أصبح ابنه جميل آغا الزعيم الجديد للمكون الإيزيدي، ولكن فقط بالمعنى السياسي وليس بالمعنى الديني. كان جميل آغا يقيم في قطمة، لكنه شارك أيضا في تطوير عفرين في عام 1926، ثم تعيينه أول مدير ناحية في عفرين. وكان أحد إنجازاته إنشاء سوق أسبوعية. كل هذه الأحداث تدل على مشاركة عميقة من المجتمع الإيزيدي في الشؤون المحلية. ويتحدثون أيضا عن وضع أعلى بكثير للإيزيديين ضمن التسلسل الهرمي الاجتماعي في كرداخ. ولم يتم العثور على أي دليل يربط حركة المريدين بالإيزيديين. كانت هذه الحركة حركة صوفية نشطة في كرداخ، وكانت تحت قيادة شخص يدعى إبراهيم خليل. ومع ذلك شهدت المنطقة بأسرها أسلمة متزايدة، حيث أجبر الأفراد والأسر وأحيانا القرى بأكملها على التحول إلى الإسلام. واستخدم العديد من الإيزيديين المبدأ الديني المعروف بالتقية، والذي يسمح للمؤمنين بإنكار دينهم الحقيقي في حالة الخطر، وتنازل آخرون عن دينهم بوجود مزايا اقتصادية واجتماعية، وهو الشيء لم يتمكن الإيزيدية من تقديمه. كان من الصعب الحفاظ على الاحتفالات الدينية والتعليم بسبب نقص رجال الدين المدربين. بالإضافة إلى ذلك فإن القوالون الذين كانوا من المفترض أن يزوروا المكونات الإيزيدية سنويا خلال الطواف انتقلوا إلى عفرين، وكما ذكر سابقا أدى ذلك إلى استياء بعض الإيزيديين من الجزيرة والعراق. حتى الأمير الشاب مير تحسين بيك شك في خطورة الممارسة الدينية في عفرين. من ناحية أخرى حاول الإيزيديون من عفرين باستمرار إحياء الاتصالات مع الإيزيديين في الجزيرة. فعلى سبيل المثال كان لجميل آغا علاقات وثيقة مع إسماعيل شول بيك حتى وفاته. قضى مير سعيد بيك بضعة أيام في عام 1933 في عرش قيبار، وقد زار داود القرية في عام 1936. الآن نأتي إلى الخاتمة. حتى نهاية فترة الانتداب الفرنسي كان المكون الإيزيدي في سوريا قادرا على الحفاظ على موقفهم في سياق الأقلية المحلية، وكان هذا ممكنا بسبب تنامي الحركة القومية الكردية والدعم المؤقت من قبل السلطات الفرنسية. ومع ذلك ونتيجة لذلك انجرف الإيزيديون في صراع الولاءات بين القومية بين قوسين الكردية والعربية، والاستعمار أيضا بين قوسين الفرنسي والبريطاني، والحركات الإسلامية، نمو الحركة الوطنية الكردية في سوريا والدول المجاورة،
والذي رافق غالبا بأعمال عسكرية من قبل حكوماتهم، فضلا عن أسلمة متزايدة في المجتمع بأكمله، أما أدى إلى ضعف دائم في البنية التقليدية للمجتمع، وأتى بالمكون الإيزيدي إلى حافة الانقراض. طور الإيزيديين السوريون هوية فريدة من نوعها بين الأقليات الأخرى، كما الكرد لديهم تجارب مماثلة مع العثمانيين والنخب الحاكمة الفرنسية والعربية الذين حاولوا توسيع هيمنتهم على المناطق الكردية، وبالتالي تم التعامل مع الإيزيديين كما الجماعات الكردية الأخرى. ومع ذلك فإن وضعهم كأقلية دينية لها معتقداتها الخاصة ساهمت بشكل كبير في اضطهادهم، والذي أدى إلى هبوطهم اللاحق إلى نهاية الجزء السفلي من الهرم الاجتماعي. حصل الإيزيديين على القليل جدا من الدعم الخارجي، فضلا عن القليل جدا من التضامن الكردي. نتيجة للفصل بين المناطق الإيزيدية حدث تطور مختلف بين منطقتي الجزيرة وعفرين مع عواقب طويلة الأمد فيما يتعلق بتشكيل الهوية الدينية والاجتماعية للإيزيديين في سوريا. الإيزيديون في جبال الأكراد كرداغ يعتبرون أنفسهم ويعتبرهم كذلك الآخرين مختلفين عن إخوانهم وأخواتهم في الجزيرة السورية. القرب أو البعد عن المراكز الدينية للجماعة في شمال العراق عززت هذا الانقسام، كما حدث لعدم وجود تفاعل بين المجموعتين. بالنسبة للإيزيديين في سوريا عموما يتم وصفهم بالهرطقة من قبل المجتمع ككل، وعومل الإيزيديون في الجزيرة معاملة سيئة كما المنبوذين. الإيزيديين في كرداغ عوملوا معاملة أفضل تعكس التصورات الذاتية للمجموعتين من هذا النهج المزدوج، في حين أن الإيزيديين في الجزيرة أدرجوا مسألة الإيذاء في بناء هويتهم. أما الإيزيديين في كرداغ فيعتمدون على الدمج الجزئي في المجتمع من أجل خلق هوية إيزيدية فخورة أكثر حزما. هنا انتهت الحلقة الثالثة، وهذه هي آخر حلقة. لكم جزيل الشكر لهذا الاستماع.